الفن ديال تكون دائما على صواب هو كتاب ديال الفيلسوف الألماني شوبنهاور اللي تنشر عام 1864 وكيجمع 38 حيلة باش تربح واحد المناقشة. 38 حيلة باش تكون دائما على حق مواجهة مع واحد الخصم أو شخص كيما بغى يكون. الهدف ديال شوبنهاور من هذا الكتاب هو يقترح على القارئ واحد الدليل بلاغي وفكري ديال الدفاع على النفس اللي غيسمح لك تكشف الخطاب ديال المحاور ديالك كل ما عنده علاقة بالحجج الكاذبة والمغالطات والسفسطة والتقنيات السلوكية اللي كتهدف للسيطرة على الآخر في الحوار. شوبنهاور كيقدم هذه الحيل الفكرية وكذلك النفسية لأن العواطف كما كيقول كيلعبوا واحد الدور كبير في المناقشة. العواطف كيأثروا على الطريقة اللي بها كنتفاعلوا مع المحاور ديالنا، وإذن إلا بغينا نربحوا واحد النقاش خاص ضروري نديروا بحساب هذا البعد العاطفي في الحديث. شوبنهاور كيقول بنفسه في البداية ديال الكتاب أنه ضروري بعض الأحيان نلجؤوا لهذا النوع من الحيل باش ندافعوا على أفكارنا، لأنه شي مرات كتكون عندنا فكرة صحيحة وصادقة ولكن كيكون محكوم عليها بأنها ما تسماش وكتولي ضعيفة إلا ما تمش الدفاع عليها بأسلحة ديال فن الكلام اللي غتكون فعالة، لأنه بتعبير آخر الحقيقة وما هو صحيح ما كيكونوش ديما كافيين. واللي مهم هنايا بالنسبة لشوبنهاور هو ماشي نقلبوا على الحقيقة الموضوعية وإنما نخليو الحقيقة ديالنا تنتصر، نعزو النظرة ديالنا لهذه الحقيقة اللي كنآمنوا بها، لأن الهدف في النقاش هو الإقناع، والإقناع كيعني أنك تقاتل من أجل الفكرة ديالك، وباش تقاتل وتغلب المحاور ديالك خاص توضع واحد السلسلة من التقنيات اللي غيخليوك ترد الكلام ديال المحاور ديالك أقل إقناع، ترد الحجج ديالو أقل فعالية. وفي هذا الكتاب شوبنهاور ما كيهتمش بالفلسفة والحقيقة والنهج السقراطي قد اللي كيستثمر في الفن ديال الجدل، وكيفسر في المقدمة ديال الكتاب منين كتجينا هاد الحاجة اللي عندنا باش نكونوا دائما على حق، سواء قدام شي شخص معين سواء قدام جمهور بأكمله. كيقول أن هاد الشيء مرتبط بالطبيعة الإنسان، هاد الشيء مرتبط بواحد الخاصية فطرية فينا اللي هي الغرور، وهاد الغرور كيجي موحد النقص أو ضعف في الإنسان اللي كيخليه يكون مهتم أقل بالعمق ديال الأشياء ومهتم أكثر بالصورة الخارجية ديال هاد الأشياء، كيخليه يكون مهتم بالصورة ديال الفكرة أكثر من الحقيقة ديال هاد الفكرة. الغرور كيخلي الإنسان يفضل يبقى على خطأ ولكن يحصل على الإعجاب والمديح أكثر من أن الفكرة ديالو تكون صحيحة وما يحصل على حتى حاجة في الأخير. الإنسان بطبيعته كيفضل النجاح على الحكمة، عليها أغلبية ديال البشر كيميلوا لهذا الفن ديال التلاعب بالكلام وما كيتردوش في أنهم يتلاعبوا بالمظاهر باش يربحوا الموافقة ديال الأشخاص. الإنسان كيبغي يبقى في الخطأ وبالنسبة له ما كاينش أسوأ من الاعتراف بهذا الخطأ، لأنه كيعتبر أن الاعتراف بالخطأ هو اعتراف بالضعف. كيفضل إذن يبقى في خطأ وفي النية السيئة غير باش ينقد المظاهر، لأنه كيظن أن هذه المظاهر بدورها غادي تنقده، كيظن أنه غيسلك نفسه وأن الآخرين ما غاديش يلاحظوا أنه في خطأ طالما كيدافع على الموقف ديالو وطالما كيبقى متشبت به حتى للنهاية. وخا هادشي في الحقيقة كيكون مجرد وهم إلا أنه كيبقى حاجة عند الإنسان. حنايا محتاجين نثبتوا أننا على صواب للآخر، وبالخصوص نثبتوا لنفوسنا حنايا أننا على صواب. فاش كنعطيو حجج على الكلام والأفكار ديالنا بواحد الطريقة عدوانية وبكل حماس، نادرا فاش كيكون الآخر هو اللي كنحاولوا نقوموا بالإقناع ديالو، وإنما كنبغيو نقنعوا نفوسنا حنايا أننا عندنا الحق وأن الطريقة ديال التفكير ديالنا هي الصحيحة، لأن هادشي كيزيد من القيمة اللي كنعطيو لراسنا. هادشي كيعزز الصورة اللي بها كنشوفوا في نفوسنا. كنحتاجوا نبرروا نفوسنا ونقنعوا نفوسنا أننا في الصح وفي الطريق الصحيح. كيمكن نقارنوا المعتقدات البشرية ديالنا بواحد المبنى اللي كيكون مهدد بالانهيار إلا بقينا حتى حيدنا شي طبقة من الطبقات ديالو. والإنسان كيدوز حياته كلها كيبني واحد السيستم ديال المعتقدات ديال القراءة والفهم لهذا العالم، وفاش كينتهي من البناء ديالو ما يمكنش يغيره بسهولة، ما يمكنش يشك أو يتساءل بشأن هذا السيستم هذا. كيفضل أنه يعمر ويسد الشقوق اللي فيه باش يحميه في أي لحظة كيلاحظ فيها أن هذا السيستم قد يكون غير منطقي أو غير صحيح. المهم هو ما يخليش المبنى ديال المعتقدات ديالو يتدمر وينهار، لأنه كيحس أن بلا هاد السيستم ديال المعتقدات غادي يكون في خطر، ما غيكونش محمي وغيكون ضعيف إلى آخره. عدم الصدق الفكري والنية السيئة والإنكار والكذب كيكونوا شي مرات استراتيجيات لا واعية اللي كتخدم الحاجة ديال الإحساس بالأمان. انطلاقا من اللحظة اللي كنعيشوا فيها مع الآخرين كنكونوا في حاجة لواحد الأمان اللي فيه غنعتروا وغنتعرفوا على نفوسنا،
كنكونوا في حاجة لأننا نأكدوا نفوسنا قدام الآخرين وبالخصوص في الأعين ديالنا. عليها كندافعوا على أفكارنا ماشي لأنها صحيحة، وإنما باش ندافعوا على النظرة اللي عندنا لهذه الحياة والصورة اللي بغينا نكونوا كننتميوا لها. تقدر تكون عندنا نية سيئة أو نية جيدة، ولكننا كندافعوا على المعتقد ديالنا وكأننا كندافعوا على الحياة ديالنا. لهذا ما كيهمناش واش عندنا الحق أو لا. باش ندافعوا على حياتنا كل شيء كيكون مباح، أي سلاح كيكون جيد بالنسبة لنا. ما كنكونوش كنهتموا إذن بالحقيقة قد اللي كنكونوا كنهتموا بالمعتقد العميق اللي في دماغنا. فاش كنوضع راسي في واحد الضفة ما كنهتمش بالحجج ديال الضفة الأخرى المعارضة. كنعتبر أن أي حجة جاية من هذه الضفة هي فاشلة عبيطة وغبية إلى آخره. ما كنكونش كنخدم المنطق والدماغ ديالي، لأن التفكير والتحليل بالمنطق فيه الخطر أنني نبدل الرأي ديالي، وغندخل إذن في واحد المتاهة، وغنولي في واحد عدم الأريحية وعدم الأمان النفسي، وغنخاطر بواحد الشق في البناية المعتقدات ديالي. لهذا كيكون صعيب نعترفوا أننا غلطين. الاعتراف بالخطأ بالنسبة للبشر كيعني الاعتراف بالضعف، بما أننا كنشوفوا في الحوار أو المحادثة مجرد الطريقة اللي فيها كنضربوا باش نربحوا واحد الامتنان. كما كيذكر هيجل فاش كيقول أن المواجهة بين جوج ديال الأدمغة هي قتال من أجل الاعتراف والامتنان. كنكونوا محتاجين أن الواحد الآخر يعترف بينا ويكون ممتن لنا. هادشي اللي كيجعل من المحادثة أو النقاش ما يكونش نقاش فكري قد اللي كيكون قتال ونضال من أجل الكبرياء، نضال من أجل النجاح بصفة عامة. وفاش كنعتبروا أن الحياة قتال دائم، فالاعتراف بأننا غلطين يعني بالنسبة لنا أن العدو ديالنا انتصر علينا، أننا اتهزمنا واللاوعي ديالنا كيجي هادشي بحال شي خطر ديال الموت. وفي القتال إذن كل شيء كيكون مباح. عليها شوبنهاور غيوعينا ببعض الحيل اللي كتستعمل من طرف أغلبية البشر يوميا وبشكل دائم باش نوليو متمكنين في هذا القتال. من بين هاد الحيل اللي كيقترح أكثر حيلة تداولا بالبشر هي أنك تقلق وتخرج الغضب من الخصم ديالك، بما أن الغضب كيحجب وكيمنع على التفكير، بما أنه كيرون العواطف وكيخلينا ما نشوفوش فين كاين المصلحة ديالنا. وباش تتم إثارة الغضب ديال الطرف الآخر كاين عدة طرق. مثلا الإنسان كيقد يتصرف بواحد الطريقة ظالمة وبشكل متكرر من خلال المشاحنات والوقاحة بشكل عام، بحال أنك تبقى تقاطع باستمرار وما تخليش الطرف الآخر يعبر عن الفكرة ديالو. هاد الحيلة هذه كتثبت الفن ديال السفسطة أو كتثير عند الخصم عواطف اللي كتحفزو سلبيا وكتخليه يخرج على المنطق. التعبير على الأفكار ديالنا كيكون ديما مأثر بالعواطف ديالنا، وحتى حاجة ما متقلبة وسهل التأثير عليها قد العاطفة البشر. كذلك باش تثير الغضب ديال الآخر كيكفي أنك تستعمل السياسة ديال الاحتقار والازدراء، سواء كتكون كتحتقره كشخص أو كتحتقر الفكرة اللي كيكون كيدافع عليها. بما أن الميول الطبيعي ديالنا اللي كيحفزنا على تأكيد الذات وتأكيد الأفكار الخاصة بنا كيخلينا كنحسوا أنه فاش كتتم المهاجمة ديال الآراء والأفكار ديالنا كنعتبروا أن هادشي تهجم على الشخصية ديالنا. فاش كتهاجم الفكرة أو الرأي ديال واحد الشخص كيعني بالنسبة له أنه تم التهجم على الذات ديالو، وماشي ضروري يتم استعمال غير الكلمات من أجل التحقير والازدراء ديال الآخر. كيكون سلوك أكثر من اللي كيكون كلمات، طريقة مثلا ديال النظر في المحاور أو بالعكس التجاهل ديالو إلى آخره. لهذا إلا شي حد استعمل معنا هاد الحيلة هادي خاصنا نتعاملوا بواحد النهج رواقي. كيقول شوبنهاور خاصك تنفصل عاطفيا على المحاور ديالك وتجاهل ردود الفعل والكلام ديالو، لأنه فاش كنفصلوا عاطفيا على الطرف الآخر كيتقلبوا عليه جميع الحيل ديالو. كذلك شوبنهاور كيوصي بواحد الحيلة فعالة أخرى اللي هي تختار تعابير مجازية ملائمة في المناقشة. خاصك تختار بعناية الكلمات اللي كتستعملها باش تحدد مزيان الأشياء اللي كتهضر عليها. الفيلسوف الألماني كيقول أن الكلمات اللي كنستعملوا كتحمل في الخبايا ديالها واحد الدلالة اللي تقدر تكون شي مرات سلبية وتقدر تكون كذلك إيجابية. الهدف من هذه اللعبة هي أنك تستعمل الدلالة د واحد الكلمة باش توصل مزيان الفكرة ديالك وتضاعف الحجج ديال الطرف الآخر. وهذه طريقة اللي ما كتهدفش للتحريف ديال الحقيقة أو الواقع، وإنما كنوجهوا الدلالة ديال الكلمات باش تكون ملائمة للمصلحة ديالنا. بحال مثلا الكلمة ديال ديكتاتور إلا ناض شي صراع بين جوج ديال البلدان العالمية اللي واحد كيتعتبر ديكتاتوري والآخر ديمقراطي، إلا بديتي كتنتقد الحاكم ديال البلد اللي كيسمي راسو ديمقراطي غتلقى ضروري انتقادات اللي غادي يدمروا لك الحجج ديالك، بما أن المحاور ما غاديش يتردد فإنه يستعمل الدلالة السلبية ديال هذه الكلمة، وغيخليك تلاحظ أنك كتدافع على ديكتاتور مثلا.
وإلا هضرتي بطريقة إيجابية على ديكتاتور كيعني أوتوماتيكيا أنك في الضفة ديال الشر، وأن الكلام ديالك ما عندوش معنى. غتنقص إذن الفعالية ديال الحجج ديالك، وغتكون تحتي في الفخ ديال الكلمات، وكيولي كذلك شبه مستحيل تربح النقاش. شنو ما كنا غنقولوا أو بغينا نقولوا، إلا استعملنا واحد الكلمة عوضا على كلمة أخرى، هادشي غادي يبدل بطريقة حتمية المنحة ديال نظرة الآخر لداكشي اللي كنقولوه. هادشي غادي يخلق واحد الاستنتاج مبكر وحكم مسبق عند الخصم اللي ما غاديش يستعمل التفكير والمنطق بشأن الكلام ديالك. إذا إلا بغيتي تربح شي نقاش، كيقول شوبنهاور، خاصك تنتبه وتركز على الكلمات اللي كتستعمل، لأن الكلمات هي عبارة على فخاخ، باختصار التلاعب بالدلالة ديال الكلمات والجمل واللغة بصفة عامة كيساعد بواحد الطريقة جيدة في التنظيم ديال الرأي والأفكار. ثم كاينه كذلك الحيلة ديال تحريف النقاش على المسار ديالو. فاش الانسان كيوعى ان المحاور كيقدم حجج اللي غتأدي به للفشل في النقاش، كيميل انه يقاطع الطرف الاخر في الوسط ديال الكلام، وكيحاول يقوم بالالهاء ديالو، وكيحرف من بعد الموضوع باش يوصلوا لحجج اخرى اللي ما عندهاش علاقه بداكشي اللي كانوا كيتحدثوا عليه في البدايه، بالخصوص فاش كيكون قدام واحد الخصم اللي ما متمكنش حقا من الموضوع، واللي انطلاقا من اللحظه اللي غادي تدخل فيها في الجوانب التقنيه والجديه غيلاحظ انه ماشي في المستوى، وغيقوم اذا باي شيء باش ينسيك في داكشي اللي كنتي كتهضر عليه في البدايه. وكنا غنكونوا لاحظنا انه كاينين بزاف ديال الناس المتخصصين في هذا الفن ديال انهم يدوزوا من موضوع الاخر في النقاش، وهذا الشيء ديما في اللحظه اللي فيها الموضوع كيكون اكثر اهميه، في اللحظه اللي فيها كيكون ضروري الدخول في التفاصيل ديال الموضوع. بشكل عام فاش شي حد كيقوم بهذا الامر، كتكون طريقه غير مباشره ديال الاعتراف بعدم الكفاءه فيما يخص الموضوع اللي كيتم التحدث بالشأن ديالو. كاينه كذلك واحد الحيله اخرى اللي هي تحاول ديما تعثر على واحد الاستثناء، واللي كتكون حيله فعاله جدا، بما اننا كنتواجدوا في واحد الحقبه اللي فيها فيما كنقوموا بالتعميم وفيما كنحاولوا نتجاهلوا الحالات الخاصه، كيتم ديما التذكير ديالنا بواحد الاستثناء اللي غادي يهرس هذه القاعده ديال التعميم. لانه في هذا المجتمع اللي فيه الحق ديال الاختلاف، اللي فيه كل شيء كيحاول يكون متميز وما الى ذلك، التعميم كيولي واحد الشيء سيء وغير مقبول نهائيا. كيتم النظر لهذا الامر على انه نوع من الانواع ديال التحقير والازدراء، على انه تعصب ورفض للحالات الخاصه. وهذه المساله كتكون جد عمليه كيقول شوبنهاور، لانه كنلقاو حقيقيا حالات خاصه اللي ديما كتخرج من القاعده العامه. كيكون اذا سيء التعميم وماشي لمصلحتنا، نظرا لوجود استثناءات في كل الاوقات وفي كل الظروف. ثم كاينه واحد الحيله اخرى اللي حتى هي متداوله جدا بين البشر، وغالبا ما كتوصل مولاها للنتيجه اللي كيكون راغب فيها، اللي هي بدلا من اللجوء للعقل والمنطق، كيتم استعمال شخصيات وعلماء وفقهاء وباحثين ومتخصصين اللي كيكون معترف بهم او لا في الموضوع اللي كيتم النقاش بالشأن ديالو. وهذا الشيء هذا وفقا للمستوى المعرفي ديال المحاور، لانه كما كيقول سينيكا، كل شيء كيفضل انه يامن على انه يستعمل الحكم الخاص به. كتكون اذا اللعبه جيده فاش كتستعمل واحد السلطه اللي غيحترمها الخصم وغيخضع لها بواحد الطريقه واعيه او لا واعيه، بالخصوص الا كانت المعرفه ديالو محدوده في الموضوع اللي كيتم التحدث بالشأن ديالو. بما ان البشر كيثقوا ببراءه في اشخاص متخصصين في العلم او الفن او الدين او شي مهنه اللي كيكونوا ما كيعرفوش عليها غير القليل فقط. البشر عموما كيكنوا واحد الاحترام عميق للمتخصصين بكل الانواع ديالهم، ما كيفهموش ان السبب اللي كيخلي الانسان يتخصص في شي شيء ما كيكونش ديما نابع من الحب ديالو لهذا الشيء او لهذه المهنه الى اخره. ما كيفهموش ان كاينين بزاف الاسباب اللي كتخلي الانسان ينخرط في واحد المسار معين، بحال مثلا يقد يكون السبب هو ان هذه المهنه كتدخل بزاف ديال الاموال، او انها كتعطيه واحد المقام في المجتمع، او غير ترغمت عليه او تاثر من قبل واحد من الوالدين ديالو الى اخره. الا ان الاشخاص العاديين والسذاجين كيكنوا بزاف الاحترام للمتخصصين اللي ماشي كلهم كيستحقوا هذا الاحترام. لهذا فاش ما كيلقاش الانسان كفايه ديال الحجج في واحد النقاش معين اللي كيكون فعال بالنسبه له، هو يستشهد بشي حاجه اللي قالها شي متخصص كما بغى يكون واللي غيأكد له الحديث ديالو، سواء كان هذا المتخصص قال فعلا هذا الشيء او لا. البشر بصفه عامه كيتبنوا بسرعه واحد الراي واخا يكون سخيف وخالي من المعنى، غير لانهم سمعوا انه مقبول ومعترف به بواحد الشكل عام. وهذا الامر كيعمل على الافكار ديالهم وحتى كذلك على الافعال والسلوكيات ديالهم. البشر عموما كيتصرفوا بحال الاكباش، كيتبعوا واحد القائد معين ولو يديهم الهاويه، وكيكون الموت سهل بالنسبه لهم على التحليل والتفكير بطريقه نقديه. واحد الراي عالمي كيكون عنده اهميه كبيره بالنسبه لهم على الراي او الحكم الشخصي ديالهم.
ولكن في الحقيقه داكشي اللي كنسميوه حنايا راي عام ومشترك الا تاملنا في هذه المساله كنلقاو انه راي ديال شخص واحد او جوج او ثلاثه على الاكثر في غالب الاحيان، ثم كيتبناوه عدد كبير من البشر بواحد الطريقه ساذجه وعمياء بدون حتى الفحص ديالو، بدون تحليل والتدقيق في الامر. وفاش كيتبناوه بزاف ديال الاشخاص واخا يكون خاطئ كيولي حقيقه، واي واحد قال العكس كيتعتبر هو اللي غلط، كيتعتبر غبي وما الى ذلك. الاشخاص العاجزين على التفكير وتكوين واحد الراي خاص بهم كيوليو اذن صدى للاراء ديال الاخرين وكيدافعوا عليها بكل تعصب وحماس، وهما كذلك اللي كيولي عندهم الحق في الكلام وفي التعبير، وهما اللي كيحصلوا على كل الامتنان والمديح. وكيولي الانضمام لهذا الراي عباره على واجب، وديك الاقليه اذن اللي كتكون معتاده على الحكم والتحليل والتفكير بطريقه نقديه هما اللي كيوليو مجبرين على الالتزام بالصمت.